اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ جات لكم فيديو جديد ومعنا النهارده محشي بس من العيار التقيل. دي محشي الصيف بقى يا جماعه. يعني ايه محشي الصيف؟ محشي الصيف دوت عباره عن ان انا بسبك التسبيكه بتاعتي من غير بصل ومن غير اي توابل، من غير اي حاجه الا اذا كان معلقه سمنه وخلاص، وبنصفي الطماطم عليها ونسيبها زي ما انتم شايفينها كده بتغلى على النار. ومعانا المحشي، بقيت المحشي بتاعنا الخلطة على بعضها، رز على بصل على توم هروس في الهون على قرن فلفل اخضر واحمر صغيرين مقطعاهم ناعم جدا مع الخضار مع التوابل والفلافل. وطبعا التقلية كانت بتغلى على النار او التسبيكة من غير ما تطلع اقدام، لان انا ما حطيتش عليها بهارات، انا حاطه كل البهارات على خلطة المحشي زي ما احنا شفنا كده مع بعض. ان شاء الله خلطة المحشي اللي هو الصيفي بقى احنا هنسميه المحشي الصيفي عشان ما يعمل لناش حموضة ويعمل لهلبة على قلوبنا والكلام دوت. هنعمله في فيديو لوحده بكل تفاصيله وكل تركاته. تمام كده؟ تعالوا بقى ندخل على حاجة سمعتها من حد قبل كده بيقولك ازاي بتعملي الفراخ مع البط. عادي يا جماعة، شوربة الفراخ مع البط جميلة جدا، والفراخ لما بتستوي بنطلعها وبنسيب البط ياخد بقية سوا لو هو عمره كبير شوية ولا حاجة وهيغيب في الساي. تمام كده؟ معايا نص فرخة ونص بط، كنت غسلاهم كويس جدا وسبتهم في مية بملح بليمون اخر شطفة ديت قدامي. وزي ما انتم شايفين المية رايقة عليهم جدا. ودي المحشي اللي انا حشيته اللي هو نايف ناي. تمام كده؟ حطيت حله على النار بقى، بقول لكم انا غسلت الزفر اهوت وهو في ميه، وبرضك ارجع اجيب ليمونه كامله واعصرها في قلب الميه ديت واغلي الميه واسقط فيها الزفر. هطبخه كده؟ لا طبعا مش هطبخه كده. نزلت بس برشه ملح صغيره خالص جدا ما تبانش، وهنزل عليها بقى زي ما انتم شايفين بعد ما غلت بالفرخه والبطه بتاعتي، او بالنص بطايه والنص فرخايه. على فكرة بتديك شوربة جميلة جدا وهتشوفها دلوقتي. وغليان المية اللي انا عملته دلوقتي دوت مش عشان اي زفرة ولا حاجة، غليان المية ده عشان انا كان عندي الفراخ والبط في الليزر بقالهم فترة، فقلت ممكن اطبخهم دلوقتي. طبعا احنا عارفين ان البط ما بتغيرش الشوربة، انما الفراخ المخزنة ساعات بتغير الشوربة وبتخليها غامقة وما تشربش كده. الفراخ مع البطة غلت في المية وطلعت طبعا ريمة بيضة كده على الوش، بس طبعا ميتي رايقة وزي الفل من الليمونة اللي انا حطاها. يعني الليمونة لا هتزرق لك الحلة بتاعتك ولا في نفس الوقت هتديك اي مية غامقة على الفراخ انك تقرفي منها. كمان شوية لما المية دي تسقع شوية واشوح انا او الوح الزفر بتاعها اوريكي شكلها كان عامل ازاي. ممكن تطبخيه كده على طول في المية بعد ما تعصري نص ليمونة فيها وتنزلي بالزفر وتبهري الشوربة بتاعتك وكل حاجة بعد ما تشيلي الريم الابيض اللي بيظهر على الوش. بس انا عايزة اديلها طشطشة وتلويحة كده على النار عشان تاخد صدمة من جميع الجوانب وتطلع لك شوربة برضو رايقة وجميلة جدا. دي بعد ما طلعت الزفر بتاعي من المية المغلية كان بالشكل دوت. مش هنشطفه تاني ومش هنغسله تحت حنفية ومش هنرجع نحطه في مصفى. انا طلعته على طول من المية اللي كانت بتغلي حطيته في الطبق اللي جنبي على البوتاجاز. اتفقنا لحد كده؟ نزلنا بقى بمعلقتين من الزيت او حسب الكمية اللي انت عاوزة تحطيها او حسب المادة الدهنية اللي انت عايزة تنزلي بها في طشطشة الزفر او تلويح الزفر. تمام؟ نزلت عليهم بمعلقة سمنة خفافي، يعني بمعيار لو هي مجمدة هتبقى نص معلقة من اللي بتاكلي بها ديت هتنزلي بها في الزيت وهتسيبيه يتقدح وسخن زي ما انا حطيت ايدي كده كويس، وهتنزلي بقى عليه بالزفر بتاعك وتسمعي صوت الطشطش. تمام كده؟
نزلنا بالزفر بتاعنا، وزي ما انت سامعه صوت الطشطشه وشايفه الطشطشه. ما عليكي من اللي بيطلع النقط اللي بتطلع في الطشه ديت مش مشكله، هترجعي تمسحي البوتاجاز والكلام ده، واحنا عارفين ومتعودين ان بعد كل طبخه بتمسحي بوتاجازك. يا ريت اللي وصل معايا لحد الطشه في الفيديو يكتب لي تشتش. هننزل بقى بالبهارات بتاعتنا وحسب ذوقك برضه. طبعا هننزل باول حاجه برشه الفلفل الاسمر عشان اي نوع من الزفره، ولو ان احنا كده اتاكدنا ان مفيش معانا اي زفره خالص. والزعتر بتاعنا والورق اللوري. تمام، عايزه تحطي حبهان حطي، عايزه ما تحطيش ما تحطش، لان انت كده كده معاكي رشه السبع بهارات هتحطيها. تمام كده. ومعايا رشه كزبره ناشفه حسب ذوقك في البهار اللي انت بتبهريه وحسب ما انت عايزه تبهري. بس انا اللي عليا وعندي سنه اولى طبخ طبعا قلت لكم على معلومات. هنسيبه بقى يطشطش شويه ونروح نقشر لنا بصله ونجهز البصله وطماطميه 4/4 معانا ونحضرهم مع فص توم. طبعا عايزه تهرسي التوم اهرسيه زي ما انت عايزه تحطيه صحيح كده حطيه. يا ريت لو وصلت معايا بردك لحد هنا بعد الطشه في الفيديو وعجبك الفيديو او استفدت اي حاجه منه ما تبخليش عليا باللايك. اللايك بتاعكم هيديني حماس وهيشجعني، ولو كلمه حلوه كمان منكم هتشجعني ان انا اعمل فيديوهات احسن من كده. وطبعا احنا عملنا الفراخ كم مره وعملنا البط كم مره وعملنا المحشي والغير محشي وعملنا اللحمه لوحدها. بس عايزه اقولك ان اي زفر لو اتطبخ مع بعضه بيديكي نتيجه احلى واحلى. يعني حاولي تنوعي. انتوا عارفين انا عملت في العيد الفراخ مع اللحمه في العيد في حله واحده واديت لهم الصدمه في حله واحده وطبختهم في حله واحده. عايزه اقولك ان كان احلى واطعم حبه شرب. دي الميه اللي احنا كنا غاليين فيها الفراخ بوريها لك، هنرماها طبعا ان شاء الله، مش هنعمل بها اي حاجه خالص. بس انا قلت هوريها لك هتبقى رايقه وحلوه برضو. لو حبيتي ان انت تطبخي بالطريقه الاولانيه اللي انا قلت لك عليها، تغلي الميه وتعصري فيها نص ليمونه وتنزلي بالزفر بتاعك عادي، وبعد كده تبهري بعد ما تشيلي الريق. كده الفراخ بتاعتي اتلوحت مع الطماطميه والبصله والثومه والتوابل البهارات. زي ما انت شايفه الماده الدهنيه بتاعتي غيرت لون، وطبعا ده هيبقى لون الشرب في الاخر. تمام كده. هنزل ببقيه البهارات بتاعتي والملح، وطبعا مش هتكتري الملح قوي عشان على حسب ما البطه بتاعتك كبيره في العمر مش كبيره في العمر. يعني احنا بنحط الملح لان الفراخ اكيد هتستوى الاول قبل البط. تمام كده. يكون معايا كده حله جنبك حطها على النار او استلسايه زي ديت او الكتل مشغلاه. المهم ان انت تنزلي على الزفر بميه سخنه. تمام، ما تنزليش بميه ساقعه. ميه ساقعه هتغيب لك الزفر، هتديكي ممكن تديكي ريحه زفاره. فالحمد لله لحد الان بقول لكم كله 100. وكده بقى هنسيبه يغلي اول غلوه زي ما هنشوف مع بعض، وبعد كده نهدي النار وتاخدي احلى واطعم اكل من تهديه النار دي. كده الزفر غلى معايا. طبعا انا مش عايزه اقولك على شكل الشوربه واضحه لوحدها. النار بتاعتي عاليه اهيت، هنهديها بقى ونسيب الزفر يغلي على نار هاديه. الزفر على عين والبطه الزفر على عين اسفه، والمحشي على عين تانية من البوتاجاز. طبعا الفرخه بتقولي شيليني بقى ارحميني، انا اتهرت والعظم طلع مني. البطه طبعا كبيره في العمر لسه جامده زي ما انت شايف. خبط عليها بالمعلقه، طبعا لسه في السي قدامها فتره. هنطلع بقى الفراخ اللي عظمها طلع وقالت لي ارحميني ديت، وننقلها في طبق لحد ما التانية الحتة الزفرة اللي هي البطة تستوى هي كمان. وطبعا لو عايزة تعرفي الزفر استوى منين مش شرط ان هو يطلع العظم ويتهري معاكي في الشرب، لا، هتنزلي ببوز المعلقة من ورا كده وتضغطي. ان طلعت ميه كده وانت بتضغطي يبقى لسه ما استوتش، ما طلعتش يبقى كده استوت وبتقولك طلعيني على طول. طبعا وصلنا لاخر الفيديو، ودي كانت طريقة غرفي في الاكل النهاردة. ومش مستاهل ان انا اعمل زحمة واطباق على الترابيزة والكلام ده كله.
حمرتها وقلت بلاش ان انا اطول الفيديو عليكم بالتحمير. طبعا كلنا شاطرين وعارفين احنا بنحمر ازاي، وبغطي الحاجه وهي بتتحمر في الزفر ديت عشان الفرقعه والطرقعه، بغطي بغطا وهي على النار في الزيت. دي كان شكل المحشي بتاعي، واخد لسعة انما مش شايط، واخد لسعة جميلة طعم حلو. ودي لون الشوربة بتاعتي جميلة جدا. عملت كوبايتين عصير برتقان كمان. يعني عايزة اقولك ان الشوربة بتاعتي رايقة والطعم وريحة، يا ريتك كنت معايا وشماها. والمحشي بتاعي حاسه ان طعم تاني غير، يعني غير اي مره. والله العظيم عايزه اقولك ان ما باتش غير هما صباعين، يعني ما يتعدوش في طبسيه اللي هي فيها الشوربه دي. والزفر ما فاتش ولا حته، وده العصير وده العنب تحليتنا بعد الاكل. وده نص الليمونه، اللي عايز يعصر في الشوربه يعصر. ودي كانت شكل الحله بتاعتي، طبعا ما خدش لسعه ولا اي حاجه جنب. كنت شطبت المطبخ بتاعي عم خلصت تحمير الزفر والطبيخ والكلام ده كله، وعملت العصير وظبطت حالي. ما عادش ورايا اي حاجه غير ان انا اكل واقوم اغسل المواعين بعد كده. برضو ما رضيتش اطول بالفيديو واجي معاكم في روتين المواعين وانا بصبنها. تمام. دي كان شكل سفرتي النهارده، وده كان غدانا. ولو وصلت معايا لاخر الفيديو او عجبك الفيديو تبخليش عليا بلايك وشير وسبسكرايب للقناه، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، ومع السلامه. باي باي.